ماشي. النهارده معانا ضيف ايه؟ رخداء يا جماعه معانا. معانا ضيف جديد. بصوتك بس، كلمين بصوتك مش هنبينك. قول لهم ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه هلو هلو، عاملين ايه؟ يا رب ايامنا وايامكم كلها خير. بصوا بقى، انا كنت حابه اتكلم معاكم في حاجه انا كنت قايله لكم ان انا هتكلم معاكم فيها. يعني قلت ههدى كده وافضى واتكلم معاكم فيها. الحاجات قلت هعمل لكم فيديو يعني بالحاجات اللي جبتها في جهازي حلوه، والحاجات اللي ما تجيبوهاش بجد بجد ما تجيبوهاش. بجد يا جماعه، اصلا الواحد قبل ما بيتجوز بيبقى عايز يجيب اي حاجه بقى شكلها حلو وكده، ومش بيفكر في ان الحاجه دي عمليه، الحاجه دي تنفع ولا لا، الحاجه دي هل مناسبه ليه اصلا ولا لا. بس فكان كل تفكيري ان انا اجيب الحاجه شكلها حلو وبس، مش تفكيري في انا دايما بحب يعني ابص للحاجه العمليه بس. يعني بشوف برضو الشكل اكتر، لو الشكل عجبني هجيبه، لو مش عجبني خلاص مش هجيبه حتى لو عمل بقى. ففي حاجات كنت بصه للشكل قوي، زي ايه بقى؟ زي الحوض اللي هو بتاع المطبخ، اللي هو السمارت اللي لونه اسود. بجد يا جماعه الحوض ده معرفش، انا جايبه نوع، انا على فكره جايبه نوع حلو ونظيف وغالي، يعني هو والله ما كانش رخيص. معرفش بقى هو النوع انا اتضحك عليا يعني وجبت نوع مش حلو، ولا هو اصلا مش حلو واحنا باصين للشكليات وبس. عارفين الحوض الاستانلس بتاع اهالينا العادي ده اللي هو لونه سيلفر ده؟ مفيش احلى منه. ليه بقى؟ الحوض السمارت الاسود ده، انا جايبه كمان الاسود. اولا بيجير بطريقه صعبه جدا، اي حاجه يعني الميه بتبقع فيه، بيبقى شكله بجد مهما بعمل فيه ومهما بمسح فيه ومهما بدعك فيه، لا هو لونه برضو مغير ومش بيبقى شكله حلو خالص. هو بجد شكله كأني مش عاملاه، يعني اي حد يشوفه يقول ان انا مش بعمل الحوض ده اصلا، رغم ان انا بجد انا وانا بغسل اصلا المواعين بيبقى ايديا في الحوض. يعني وانا بغسل المواعين بيبقى ايديا في الحوض اللي هو يعني بغسله وانا بغسل المواعين، يعني بعرفه ان هو يتبهدل بس شكله بيعصبني بس. فده انا بصيت. ده غير بقى ايه؟ الحنفيه بتاعته باظت، غرق لي الدنيا تحت الحوض، بهدل لي الدنيا. اصلا لما باجي اشد الحنفيه كده عشان اعمل الحوض بيغرق الدنيا تحت. ومش انا بس اللي اشتكيت منه، كذا حد اشتكى من الحوض ده، يعني كان في كذا حد من صحابي جايبينه اشتكوا من نفس العيب بالظبط. ملوش اي لازمه بجد، حرفيا ملوش اي لازمه. هو بيقولوا سمارت، اصلا هو ما فيهوش اي حاجه، انا ما بعملش فيه اي حاجه غير ان انا بشغل بجد الحنفيه بتاعه الكوبايه دي، ملهاش اي لازمه بجد، ملهاش اي لازمه. ما تجيبوهاش ما تجيبوش بس. فبجد تجربه سيئه جدا. زي ما بقول لكم البتاع بتاعه الكوبايات دي ما بعملش فيها الكوبايات، هو اصلا يا دي الفلتر حاجات، يعني هو ما فيهوش اي اوبشن. البتاع بتاعه الصابون دي ممكن دي اللي تمام بستخدمها شويه، بس انا بحب، انا جايبه حاجات للصابون كده. فبجد يا جماعه ما حدش يجيب الحوض السمارت، ملوش اي لازمه الا لو انتوا بقى باصين للشكل جدا. انا حاسه ان انا لا، انا مش مرتاحه للشكل، انا عايزه اجيب حاجه عمليه. دي حاجه. ايه تاني بقى بصيت لايه؟ لا هو بصراحه ما بصيتش للحوار ده، لان انا في البوتاجاز بقى بالذات قررت ان انا اجيب حاجه عمليه. كذا حد قال لي ان البلت ان مش حلو ومش عارف ايه وكده، فانا قلت ايه، لا خلاص طالما حد بيقول لي، رغم ان انا يعني بقول عادي كلهم بوتاجازات، وممكن حد يشوف الفيديو يقول لي لا البلت ان عنده كويس حلو جدا، فانا قلت خلاص اجيب حاجه عمليه، فجبت بوتاجاز عادي. بوتاجاز عادي مش بلت ان بجد. هو انا مش هقدر اقول لكم ما تجيبوهوش، لان تقريبا كل اللي موجود دلوقتي نفس الانواع. الاستانلس اللي هو بتاع البوتاجاز نفسه، يعني كذا حد قال لا ما تجيبيش الازاز عشان الازاز بيتكسر، فما جبتش الازاز رغم ان هو كان عاجبني شكلا، فجبت الاستانلس العادي. طلع ان الاستانلس اوحش من الازاز. ليه بقى؟ الاستانلس دلوقتي بتاع دلوقتي ما بقاش حلو خالص. انا بصراحه عملت ريفيو عن، يعني شفت كل الريفيوهات عن البوتاجاز بتاعي قبل ما اجيبه، لقيت ان لا في ناس عادي بيقولوا حلو وكده، وفي ناس كتير جايبينه. الاستانلس بتاعه وحش جدا جدا، بيبقع من اقل حاجه، بيتخربش بيتخربش جدا. اول ما جبته والله ما كنتش لسه يعني استخدمته، كنت لسه اول شهر تقريبا،
لقيت الحته اللي هي تحت الازاز دي لونها بقى اصفر. صدت يا جماعه، صدت، وانا اصلا ما عملتش فيه حاجه، كنت لسه جايباه. اللي هو انا اصلا متعوده اغسل البوتاجاز ببريل وحاجات مخصصه للبوتاجاز، فاللي كنت بعمله عند ماما بقيت بعمله عادي عندنا. صدق، اتخربش كله بقى مجرح. هوريكم كل الحاجات دي، هوريها لكم. اتخربش كله، مجرد بس ما يعني امسحه بيتخربش كله. صعب بجد. ده غير بقى الحوامل بتاعته دي لوحدها اصلا تقيله جدا، ما بتنضفش بجد. اللي هو انا حاسه ان انا بجد جالي اختناق اصلا. بس فبجد يا جماعه دي بس بقى. زي ما بقول لكم في حاجات لو رجع بيا الزمن ما كنتش جبتها. بس هو البوتاجاز ده بصراحه مش عارفه فيه انواع تانية. يعني النوع اللي عندي اللي هو الزهر ده اللي هو الحوامل الزهر دي بجد مش حلوه خالص. لو في قدامكم حاجه غير كده هاتوها. لو قدامكم حوض تاني غير الحوض السمارت الاسود هاتوه، ما تترددوش. انا اصلا باذن الله هغيره، هجيب اللي هو اللون العادي الستانلس العادي اللي هو السيلفر. البوتاجاز لو رجع بيا الزمن هدور على حاجه تكون الحوامل بتاعتها زي بتاعت زمان. بوتاجاز ماما ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، مش عايزه احسده. او اي بوتاجاز عامه يعني قديم بيدعك وبيتعمل كويس جدا، بيبقى تحفه. بس دي نبذه حاجتين بس عن الحاجات بس حاجتين مهمين قوي. فدي حاجه صغنونه عن الحاجات اللي انا ما لو رجع بيا الزمن ما اجيبهاش تاني. بس بقى فدي حاجه صغنونه زي ما بقول لكم عن الحاجات اللي عندي، وهبقى اكمل لكم في فيديو تاني بقيه الحاجات اللي انتوا برضو ما تجيبوهاش والحاجات اللي بتنفعني قوي قوي قوي. ماشي. وبس قولوا لنا بقى، قولوا لي انتوا في الكومنتات رأيي صح ولا لا، وهل حد فعلا. قولوا لي رأيكم في الحاجات دي يعني. وبرده لسه في تكمله للفيديو. وهنلبس بقى دلوقتي. كلمت معاكم شويه بقى، هقوم البس عشان رايحه الجيم. هنروح الجيم بقى ونشوف هنعمل ايه بقيه اليوم. باي باي. النهارده بقى اول يوم ليا في الجيم. خلصنا بقى العيد وخلصنا الاكل وخلصنا كل حاجه وقلنا بقى ايه ننزل بقى نشوف بقى ايه اللي كنا بنعمله قبل العيد. بصراحه انا خرفت خالص قبل العيد. في العيد يعني عملت كل حاجه، اكلت كل حاجه، سكريات وحلويات ونشويات وكل حاجه. وقلت بقى خلاص يعني لما العيد يخلص كده كده هروح الجيم بقى واحرق اللي انا عملته. بس بقى لسه نازله الجيم النهارده اول يوم، والجو جميل، الجو جميل قوي. هوريكم الجو عامل ازاي. فيا رب بقى، يا رب نستمر يا رب يعني، نسال الله. هلو، هاي، عملتي ايه في العيد؟ الحمد لله. مستعده للعيد؟ للدايت؟ انا بدات امبارح. بدأتي امبارح امتى بقى؟ الصبح والله العظيم، الصبح اقسم بالله هم اتغدوا وانا اكلت تونه. بس بالليل لقيت عندي في البيت مكرونه بالجمبري، لما سخنتها لعمرو ونيلي رحت اكلت منها. والنهارده عملت دايت تاني، فبالليل برضه هخرف. وخرفتي بقى في العيد خالص. ماشي. النهارده معانا ضيف ايه؟ رخداء يا جماعه. معانا ضيف جديد. بصوتك بس، كلمين بصوتك مش هنبينك. قول لهم ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. سامعين ده؟ شايفين الصوت الهادي ده وراه الشر. ايوه دي حقيقه. شر. فيلا بقى هنكمل مع بعض بقيه اليوم عند اسراء. بصوا بقى الجو تحفه تحفه تحفه. مش هقول لكم هنكمل اليوم